يا مساء الفل، يا مساء الورد، يا مساء كل حاجة حلوة على أحلى إخوات ومتابعين في الدنيا دي كلها. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بقى هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو النمل. شوفوا سبت الشقة يوم واحد، ايه ده، من بالليل. انا حتى شايفيني انا شايلة الفرش كله، وقلت ايه هصحى الصبح اكمل تنظيف. شوف النمل، شوف النملة قد ايه، ببخة واحدة بجد بجد. مفعوله سحري. انا مش بعمل اعلان عنه والله، انا شارياه زي كل الناس، شارياه من الصيدلية. شوفي النمل، ببخة واحدة النمل كله. مش هتشوفي نمل تاني. هقول لكم المكون ده ايه. هو مكون واحد بس. مش هنجيب خلطات ولا نجيب حاجة، هنروح نجيب ازازة دواء من الصيدلية، الدواء اللي انتوا شايفينه ده، وهنحطه. لو عندك فخاخة فاضية كنبه، ما عندكيش كده كده هنستخدمه بطريقتين. اول طريقه هنحط نصه في البخاخه، ونحط قد نفس المعيار مرتين ميه. يعني حطيت نص الازازه، هنحط ازازه كامله عليها في البخاخه. وبعد كده هنبخ في اي حته فيها نمل اكتوميثريوم. تمام اهو. وبعد كده هو ده للجرب والحكه، اللي هو لو حد بيهرش ولا كده. هو ده بيستخدم للناس عادي، يعني هو مش مضر بالأطفال، وفي نفس الوقت ولا مضر للمرضى الحساسية، ولا بيعمل ريحة ولا أي حاجة، ملوش أي ريحة خالص. هنحط نصه في البخاخة، والنص التاني هقولك هتعملي بيه ايه حالا. هتروحي جايبة كردة المسيح بتاعك او الموب بتاعك او اي حاجة انت بتمسحي بيها، ان شاء الله تكوني بتمسحي بفوطة، وتحطيه نصه، وهتحطي وتملي بقية الجردة المية. وبعد كده هتعملي ايه؟ هتمسحي بيه الشقة كلها. صدقيني صدقيني صدقيني، انتي مش هتشوفي النمل ده. انا بقالي سنتين ما بستخدموش، زي ما قلت لكم كده يا حبايبي. انا بقالي سنتين ما بستخدموش، لاني انا استخدمته مره واحده. الصيفين اللي بعده ما شفتش ولا نمله في بيتي. السنه دي من الجو الحار في كميه نمل في البيت مهوله مهوله. انت تقعدي في اي مكان تحسي ان انت بتتقرصي. تقعدي على الركنه، انا هرش بيه على الركنه، وهرش بيه على البوفيه، على الجزامه، على الترابيزه بتاع الشاشه، على الرخامه بتاع المطبخ. انسي 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 ضرفه الخزين بتاعتك اللي فيها السكر. اي حاجه اي حاجه، ان شاء الله على البوتاجاز، على الرخامه بتاع الحوض، كل مكان في البيت بخي بخي، رشي بالبخاخه بتاعتك، امشي كده بالبخاخه بتاعتك على الاسطح بتاع البيت كله. ادي بخه، ادي رشه. صدقيني والله والله عن تجربة، مش هتلاقي نملة في البيت تاني. وانا شو وريتكم في اول الفيديو شكل النمل عامل ازاي. انا مكنتش متخيله ان انا عندي النمل ده كله. طلع منين؟ انا شفت كام نمله كده موجودين في المكان ده، قلت ما رش. بصيت صحيت تاني يوم لقيت ايه ده يا جدعان، ايه ده، النمل ده كله جه منين؟ الرمل اللي متكون ده جابوه منين اصلا؟ اتكون امتى؟ انا كنت بره في مشوار امبارح طول اليوم. وجيت نمت وصحيت لقيت المنظر ده في البيت. لا لا لا، انا عمري ما شفت كمية النمل دي عندي. ممكن يكون عشان الجو حر، ممكن، لان اول مرة الصيف في مصر يكون بالطريقة دي. يا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا واستفدتي من الفكرة بتاعتي، يا ريت تدعميني بلايك وسبسكرايب، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شوفي حطيت في البخاخة بتاعتي اهو نص الازازة، وعليها نفس المعيار مرتين مية. يعني حطيتي نص ازازة هتحطي ازازة كاملة. هي الازازة صغيرة عشان كده تحسوا ان البخاخة فعلا ما فيهاش مية كتير، بس مفعوله سحري. بصوا بعد ما بخيت عامل ازاي. لا لا لا، انا هقرب لكم الكاميرا عشان تتاكدوا ان ده نمل. اهو الرمل اهو. اكيد انا مش هروح اجيب رمل يعني واحطه كده، وحتى الرمل عليه نمل، هجيب النمل ده منين؟ قربت لكم الكاميرا، بصي والله ده كله نمل. من البخة الواحدة لقيت ده كله ظهر لي ورا الركن حتى، يعني ايه، مش في مكان انت هتشوفيه. فهمسك الركنتين بتوعي ارش عليهم واظبط الدنيا بتاعتي. يا رب اكون قدرت افيدكم بتجربتي، ويا ريت تدعموني بلايك واشتراك في القناة، واستنوا كل جديد. مع الف سلامة.